السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاجأنا اليوم أو البارحة بالتراجع عن القرارات اللي تخص البنوك. احنا كم لنا بنناشد سواء كان في القنوات أو في صفحاتنا أو ناشدنا بأكثر من مرة أنه يجب على الشرعي سحب المنشآت الحكومية والمرافق الحكومية من لدى ميليشيات الحوثي إلى أي مكان أو منطقة آمنة، سواء كان في عدن أو في مارب أو في أي منطقة من المناطق المحررة. مش ضروري إن تجلس الاتصالات أو البنوك، موارد البنوك أو أي مؤسسات حكومية. المفروض إنه يسحبوها من ساعة ما خرجوا. ماذا خلوا كل شيء تحت يد الحوثي يأمر وينهي على كيفه. والآن فرحنا إنهم اتخذوا خطوات صحيحة لتصحيح الماضي واستعادة كرامتنا كشعب وكمواطنين، وفرحنا وأيدنا كلنا مؤيدين هذه القرارات حتى آخر نفس. أمنا بالله وبالقيادة بالمجلس الرئاسي كبير وبالثمانية النواب أيا كان، كل النواب نعول عليهم وأمنا بهم كبير، من عند الدكتور رشاد العليمي، طارق عفاش، عيدروس، أيا كان الثمانية ككل هم المسؤولين في أي تراجع في مثل هذا القرارات. الكل بأيدكم والكل معاكم، وادخلوا على صفحات، على المواقع، على صفحاتنا، على القنوات. الكل انظلم، الكل تعب من ما ارتكبت ميليشيات الحوثي. المفروض على العالم ككل إني يعني تصحي جرائم الحوثي وما يرتكبها الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، سواء كان من قتل، من اغتصاب، من سجون، من تهجير، من تشريد، من أحكام إعدامات على النساء والرجال، من زج بأطفالنا في الجبهات وتفخيخ عقولهم بالمناهج الإيرانية. المفروض أن العالم كله يوقف مع الشعب اليمني ويرد على الحوثي ويفعل الحوثي حد ويقول له استوب. ليش التخاذل وليش التماهي؟ احنا ضد أي قرار أو أي تراجع للقرارات المصيرية الذي اتخذها المجلس الرئاسي بحق البنوك وسحبها لعدن. احنا نأيد هذا الشيء. إذا في تراجع أو في تماهي أو في تخاذل، والله أني وصمة عار على المجلس الرئاسي وعلى شرعيتنا وعلينا احنا كيمنيين وكضحايا. احنا لا نريد سلام مع الحوثي ولا نريد مفاوضة مع الحوثي ولا حوارات بس تضييع للوقت. احنا من دفعنا ثمن، واحنا من ذقنا المرار، واحنا من تشردنا وتغربنا وخسرنا كل شيء. المواطن البسيط هو اللي دفع الثمن. أما كل الأطراف كل واحد هو مستكفي، ما بيحسش بالمسكين، ما بيحسش بالإنسان الفقير، بالإنسان المتضرر، بالأمهات الثقالة، بأطفال الشهداء. ما حد بيحس. في ذلك ما أخذ بالقوة ما يرد إلا بالقوة. نريد يعني قرارات مصيرية حاسمة، نريد حسم هذا المهزلة. تعبنا. أرجو من كل حر ومن كل يمني أنه يوصل صوتي أو صوت كل مناشد إلى المجلس الرئاسي. إحنا كشعب وكمواطنين نشد على أيديكم ونقول لكم إحنا معاكم. إحنا نريد حسم هذه المعركة. الحوثي ما يجي بالقوة، يعني ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة. أما أن أنتم بتكبروا من الحوثي أنتم بهذا الأساليب، ولما تتخذوا قرار وبعدين تتراجعوا وبعدين تتخذوا قرار صحيح وبعدين تتراجعوا 10 خطوات، أنتم بتخدموا الحوثي وأنتم بتكبروا من شعبيته بدون ما يحس الحوثي. ليش؟ لأنه بيقولوا الحوثي قوي، الحوثي فرض سيطرته، الحوثي هاش، الحوثي أهون من بيت العنكبوت. الحوثي إذا شاف خصمه قوي والله العظيم يرجع نعجة. ذلك حسوا بنا كمواطنين. أما اللي بيدعي للسلام ما سلام، أنت بأي حق بتتفاوض وبتحاور باسم الضحايا وباسم المعتقلين وباسم الأسرى. إحنا نريد قرارات نهائية وحسم هذا المهزلة والمعركة. يا سيادة الرئيس، إحنا فوضناك وأنت أمنا من بعد الله، أنت والسبع النواب اللي معك. إحنا مسنا الضر، إحنا تعبنا، إحنا بلادنا طاحت، اتدمرت، انتهكت، اغتصبت من قبل فرس إيران. لا تجلسوا تمكنوني الحوثي لو يلقي ضرب ويلقي
الدعس على وجهه، يتراجع 1000 خطوة. بينما الحوثي بيطلع يخرج لهم مع فرد صوتي، مع جدتي، مع أمي، والله ما معه حاجة، ولا يمتلك من هذا كل شيء، يعني ولا يمتلك من هذا شيء حاجة. تحياتي.